السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات ماذا بعد رمضان. كل عام وحضراتكم بألف خير بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالصحة والسعادة والخير والبركة والأمن والإيمان والنصر. أسأل الله جل في علاه في هذه الساعات المباركة من عيد الفطر المبارك أن يعيده علينا جميعا، أن يعيده علينا جميعا بأعمال قبلت وذنوب محيت ودرجات رفعت. الحقيقة في هذه الحلقة أنا عايز أخرج حضراتكم كده من الجو اللي انتوا عايشين فيه إلى جو عيد. عايزين كده نفرح بالعيد كما كان يفرح النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نفرح بالعيد كما كان يفرح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. عايزين نفرح بالعيد كما كان يفرح التابعون وتابعوا التابعين والعلماء العاملون بإحسان إلى يوم الدين. لكن احنا عايزين نشوف الفرحة دي تكون ازاي. يعني يا ترى في فرح بشكل شرعي وفي فرح آخر بشكل غير شرعي، فنتعلم ديننا من خلال هذه الحلقة المباركة. نشوف كده ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني ايه هذا الكلام الذي قاله الله سبحانه وتعالى في الفرح؟ معانا ضيفين عزيزين جدا على قلبي وعلى قلوبكم ان شاء الله. اولهم استاذنا وحبيبنا وشيخنا فضيلة الداعية الشيخ احمد عبد الرحمن. طبعا انتم فاكرين برنامج الامثال الذي كان يقدمه لفترات طويلة، وفاكرين الدعابات الجميلة بتاعته، وفاكرين هذا الشكل الإسلامي الجميل الذي عودنا عليه. أنا شيخ يا مربحا، كل عام وانت بخير يا حبيبي. رؤياك ربح والظهور على شاشة هذه القناة ربح عظيم. الله يكرمك حبيبي، بارك الله فيك. وأيضا معانا شاب جميل وسيم حافظ للقرآن الكريم مبتهل وقارئ إذاعي بقدمه لحضراتكم لأول مرة. هو ابني وحبيبي فضيلة الشيخ عمرو الصيدي. أهلا وسهلا شيخ عمرو. كل عام وانت بخير يا حبيبي. طيب ايه رايك شيخ عمرو نبدأ بيك بقى يعني وكده تمتعني وتمتع مولانا وتمتع المشاهدين كلهم في العيد كده بآيات بينات من كتاب الله العزيز. اللهم وفق ان شاء الله. اتفضل يا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات
والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الله 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 الله. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد. جواب جميل، بس انا عايز اسمعه تاني يا شيخ عمرو. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد. الله الله الله. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ايوه شيخ رفعت، ايوه شيخ رفعت. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. المدارس القديمة حلوة برضه، يعني لما بحس ان الشباب كده بيقلدوا المدارس القديمة بتبقى حاجة كويسة خالص. الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي والشيخ رفعت، علشان تعرف ان في قدامك اتنين بيعرفوا قرآن قوي يعني. ومولانا الشيخ احمد يعني استاذ في القرآن ما شاء الله.